وحوي وحوي يا حلوة وحوي. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة لسنة عمال يكبر. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة لسنة عمال يكبر. ايوه حوي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رمضان مبارك عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم امين. جاية النهاردة في فيديو جديد وفيديو مبهج كده ان شاء الله يعجبكم جدا. هنعلق بقى زينة رمضان في الشقة ان شاء الله. تاخدي افكار مني كده، ويا ريت كمان تقوليلي في التعليقات علقتي الزينة ولا لسه كده متأخرة زيي. انا حاسة ان انا اخر واحدة بتعلق الزينة، بس انا بحب كده ان انا اعلق قرب رمضان علشان احس كده بالبهجه مع دخول رمضان. وكمان لو انتي عندك اطفال حاولي تربطي كده تعليق الزينه والانوار والحاجات دي برمضان، لان زي ما انتوا عارفين الاطفال بيربطوا الفرحه بالحاجات. يعني حاولي تحسسيهم ان احنا ده شهر رمضان، عشان كده هنعلق الزينه وهنعلق الانوار. وجبت لكم حاجه جديده بقى، ان كان الفانوس حتى لو صغير او عندك فرع نور كده حاولي تعلقيه في بيتك، بحيث ان هم يفهموا ان شهر رمضان داخل كده بحاجات حلوه وبلعب وبانوار، فاهمين؟ بس كده فحاولوا بس تعرفوا بس اولادكم تدخلوا كده الفرحه على قلبهم كده بحاجات بسيطه جدا. مش هنعمل بهرجه بقى ولا حاجات كتير، ولا هنعلق خيميات بقى ونعمل كاننا في فراشه الحاج عبده. لا احنا هنعمل حاجات بسيطه جدا نزين بس البيت كده، نحس بالبهجه في رمضان وندخل على اولادنا كده الفرح والسرور ان شاء الله. اول حاجه كده انا دخلت على اوضه الركنه، قلت بقى انضفها كده تنظيفه حلوه، عشان هي الوحيده اللي ما عملتهاش تنظيفات عميقه معاكم. لكن انا على طول ايدي فيها، على طول بسيقها، على طول بنضفها. فكانت كده النظافه بتاعتها النهارده، قلت برضو انضفها عشان لما اعلق الزينه اعلقها كده على نظافه وما تاخدش مني برضو وقت كبير. وكمان كانت الطرقه عندي كده متبهدله شويه الحيطه بتاعتها، وقمت جايه مسحها مسحه حلوه ومسيقه الارضيه بتاعتها. وخلاص على كده حاولي كده تعلقي الحاجه على نظافه، عشان تحسي بقى بالفرحه اللي بجد، ما تحسيش كده بفرحه معاها تراب ولا معاها حاجات اوضه مش نظيفه. لا، هتحسي بيها لما تحسي ان المكان كله حواليك نظيف. وكمان علقتي بقى اي حاجه عندك، اي حاجه ان شاء الله. يا رب الفرع اللي هو ب7 جنيه ونص ده بيتعلق ممكن تجيبيه تحطيه في السقف، هتحسي ساعتها ان في اختلاف في البيت وهيتربط في ذهن اطفالك او اولادك او كده بان رمضان جاي بحاجه جديده يعني. تمام كده نضفت بقى الركنه. انا مسرعه الفيديو عشان بجد حابه ان انتوا تتفرجوا عليه وما تزهقوش منه ولا تملوا. فان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم باذن الله. انا بقى اول حاجه كده نضفت الركنه ونضفت الطرقه اللي ما بين الركنه وما بين الاوض. وكنت طبعا منضفه الشقه كلها الحمد لله، كانت نظيفه وزي الفل. ابتديت بقى ان انا اول حاجه كده اعلق الزينه في اوضه الركنه دي، اكتر اوضه احنا بنقعد فيها. فكنت حابه كده ان انا احط برضو فيها انوار كده تديها شكل حلو، واحنا بقى بنفطر واحنا بنتفرج مثلا على اي حاجه بالليل، يبقى الانوار كده الهاديه الحلوه دي. حطيت اول حاجه فرع نور كان كبير كده عندي من كام سنه، حطيته فوق كده. انا ما عنديش ستاير في الاوضه دي، لان الاوضه دي لما بحط فيها ستاير بتقفلها كده، بتخليها مش منوره كده وحلوه، فما بحبش احط فيها ستاير كتير بصراحه. حطيت فرع النور اللي فوق ده، كنت جايبه المفرش الحلو ده حطيته على الترابيزه اللي تحت التلفزيون. وحطيت الفانوس بتاعي الجميل. بحب قوي الفانوس ده وكان نفسي فيه، اختي ربنا يخليها لي جابتهولي. فقمت جايه برضو حطاه، وحاطه برضو اللي هي رمضان كريم دي هنا كده على الحيطه. بس في حاجات كتيره هتتغير، امشوا بس معايا الفيديو كده للاخر، لان انتي وانتي بتعملي هتحسي ان طب هنا شكل الحاجه حلو، وبعدين ترجعي في كلامك وتوديها مش عارفه فين. فانا ماشيه معاكم الفيديو واحده واحده كده، علشان يمكن ناخد كده فكره من بعض او افكار من بعض. كنت جايبه بقى الكوشن ده، طلع صغير على المخده بتاعتي اللي هي بتاعت الركنه، فشلته منها. وقمت جايبه عندي مخدات كده صغيره، قمت جايه حطاها فيها، وقلت بقى ان هي تتحشى كده بيها بتدي شكل حلو برضو وبهجه كده. وقمت جايه برضو حاطه بقى اللي هو فرع الفوانيس على المفرش، وحطيت الفانوس معاه. فرع الفوانيس ده للاسف ما كملش معايا حاجه، وقام جاي فاصل ما بقاش ينور. بس انا بقى هحطه شكل كده وخلاص.
وحطيت برضو رمضان كريم اللي هي بالذهبي دي، مديه شكل حلو قوي برضو، وشكلها قيم كده وجميله قوي. وطبعا كنت فرشت الاوضه الاول وبس، انا ما عملتش اي حاجه كتيره في الاوضه دي، هو ده بس اللي عملته. فرع النور اللي على السقف، واللي هو الترابيزه حطيت عليها الفوانيس، وفي حاجات هتتغير دلوقتي هتشوفوها معايا برضو في الفيديو. ما عملتش بقى حاجات كتير، ولا جبت مفرش خياميه ولا الحاجات دي خالص، هي حاجات بسيطه كده زين بيها البيت، احس بس كده ايه بفرحه حلوه. وطبعا تزيين البيت في رمضان مش لازم يبقى ببهرجه، ممكن يبقى بحاجات خفيفه كده وخلاص. خلصت بقى هنا الاوضه دي، دخلت بقى على اوضه الاطفال. بصراحه ما كنتش حابه ان انا ازينها، يعني قلت دي اوضه نوم، وانا كده كده اولادي بيعملوا البهدله كلها في اوضه الركنه، واحنا قعدتنا وشربنا وكل حاجه في اوضه الركنه، فقلت بلاش ان انا اغيرها وكده. بس لقيت ابني بيقول لي ايه، لا ماما انا عايزك تحطي رمضان كريم دي عندي في الاوضه. فقلت له لا يعني مش هحطها كده، احنا مش هنشغلها. فقام قايل لي خلاص انا عايز اي نور تحطيه في الاوضه، يعني كان عايز برضو ايه تغيير كده في الاوضه. فشوفوا بقى انا ايه هعمل ايه في اوضه الاطفال، هعمل برضو حاجه كده بسيطه وسيمبل كده صغيره، بس هتطلع برضو في الاخر حلوه وجميله. انا كان عندي بقى الفرع ده مرسوم فيه كده عم شكشك، انتوا عارفين الشخصيات الكرتونيه بتشد قوي الاطفال. وانا عندي هنا الاوضه كلها بامبا، فانا ايه قلت لا دي حاجه لبني بقى، عشان ايه يبقى علامه كده ان انا عندي ولاد يعني مش بنات، لان الاوضه عندي اوضه بنات خالص. فجيت بقى ايه قمت جايه حطاه على اللي هو المكتبه اللي بحط عليها الالعاب. شلت بقى الالعاب القديمه كلها، شلتها وحطيتها كده في كيسه، ان شاء الله بقى بحطها بعدين بعد ما رمضان يخلص. وقمت جايه بقى حاطه ايه الفرع ده على المكتبه كده على رف، على الرف الاولاني والتاني، بس ما كملتش فيها كلها. وقمت جايه بقى حاطه الفانوس اللي هو الاصفر ده بتاعي انا، كان عندي من زمان من قبل ما اتجوز كمان، فانا محتفظه بيه، بحبه قوي، مش يعني ايه بحتفظ بيه يعني. اولادي مثلا عايزين يلعبوا بيه خليه يلعبوا بيهم كده شويه وخلاص. قمت جايه برضو حاطاه بما انه فانوس، هو شكل اللعبه كده، بس هو في الاول وفي الاخر فانوس يعني بيغني رمضان جاينا والحاجات دي. حطيته بقى كده، وقمت جايه برضو ايه هحط دلوقتي فرع نور كده. الفرع ده حلو قوي كانه لمض صغيره كده، قلت ايه هحدد بيه الفراشه اللي في الاوضه، لما ينور بقى هيبقى شكله حلو. بص انا كنت عاملاه عكس، وبعدين قمت جايه بعد يعني من غير الكاميرا قمت جايه لفاه عشان الفيشه طول الكوبس بتاعها. كان بقى الفانوس ده برضو عندي من السنة اللي فاتت بتاع ابني برضو الكبير، حطيت بقى الفانوسين الصغيرين دول وبس كده. وهجيب لهم كمان اللي هي الطبلة بتاعتهم هحطها برضو كده في المكان، عشان بقى ايه وقت السحور يبقوا يطبلوا عليها بقى براحتهم بقى. حطيتها كده برضو ادت شكل حلو قوي وكانت بصراحة الركنة دي كده كان شكلها حلو قوي بصراحة، والنور كده كان هادي كده وجميل ومدي شكل حلو قوي. هاجي بقى ركن الصلاة، انا دايما بصلي هنا في الأوضة دي، فدايما حاطه ايه المصليه في المكان ده. فقلت بقى ايه بما ان عندي مصليه جديده اللي هي السميكه الحلوه دي، كانت برضو اختي ربنا يخليها لي يا رب يبارك لي فيها هي اللي جايبها لي. فقلت بقى ايه انا فضلت عيناها، قلت مش عايزه يعني ايه ان انا استخدمها غير في رمضان. فقلت خلاص بقى جايه عليها الدور، قمت جايباها وحطها بقى مكان ركن الصلاه بتاعي. وحطيت جنبها زي كرسي صغير كده او صندوق، هو اصلا صندوق انا بحط فيه لعب اولادي بس اخدته منهم، حسيت ان هو هيدي شكل حلو قوي. حطيت عليه المصحف وحطيت عليه السبحه، وجبت كمان المخده الكوشن ده برضو حلو قوي كده، يعني ايه منظر كده رمضاني. حطيته وقمت جايه محوطه السجاده بالنور كده، ركن هادي وحلو كده وجميل، وهيبقى ساعة الصلاة هيبقى حلو قوي. قلت بقى لا الفانوس بتاعي انا مش هحطه في الأوضة بتاعة الركنة، كنت حاطاه في أوضة الركنة، قمت جايباه وحطاه، قلت لا يجي جنبي كده وانا بصلي، عشان كده ايه يبقى شكل رمضاني كده وركنة رمضانية. الشكل هنا حلو قوي. كان ناقص بقى ايه لما اجي بقى ان شاء الله اصلي او حاجة ابقى احط برضو شوية بخور كده يدوا ريحة حلوة، وطبعا معطر. وده كان بقى ايه الركن الرمضاني بتاعي، ركن الصلاة بتاعي كان بصراحة حلو قوي وهادي، وما فيهوش اي بهرجة ولا اي حاجة خالص، حتى النور بتاعها هادي خالص. تمام كده هنخش بقى على الريسبشن. هنيجي بقى لستارة النور اللي دوختني وطلعت عيني. لو انت جايبه ستارة النور دي اوعي تعملي زيي، انا هي هنا مربوطه بقفيز صغير خالص، انا مفكره ان القفيز ده بيتشال عشان هي تتفك من بعضها، لكن طلع لا القفيز ده ما بيتشالش لان هو اللي عامل شكل الستاره. لو انت بقى جايباها جديد كده زيي اوعي تشيلي القفيز ده، هو بس بتبقى مربوطه باستك، فانت بتشيلي الاستك وبتبقى مربوطه كده برضو بتاع كده حبل او حاجه كده
عليها هو ده بس اللي بيتشال، لكن ما فيش اي حاجه تانية بتتشال فيها. بصراحه انا ما عرفتهاش وهي غلبتني، فسبتها بقى، قلت لما جوزي يجي هو اللي يعملها. بس قلت كده ايه هكمل كام ديكور كده حواليها بحيث ان هي اللي تبقى ايه بقيالي بس يعني. فجبت بقى اللي هو فرع الخياميه ده، قلت الزق بقى كده ايه منه على الحيطه، هيدي برضو شكل حلو كده وحاجه بسيطه. لزقت كده فرع على الحيطه، كان الفرع اللي انا حاطاه في الاول ده كانت الحيطه ساده، فكنت حاسه ان شكله حلو، بس ده انا مش عارفه وانا سايباه لغايه دلوقتي. بس برضو ايه يعني انا مش عارفه هو كده حلو ولا لأ، مع فرع الشجر اللي في الحيطه ده مش واضح قوي، بس هو مدي شكل حلو وعجبني بصراحه. جيت بقى على باب الشقه برضو، قلت برضو مش هنساه، كان عندي اللي هي المكرميه دي. المكرميه دي شكلها حلو قوي على شكل فانوس كده، وفيها بقى اللي هي اشكال الكرتونيه بتاعت رمضان، بوجي وطمطم وفنانيس والحاجات دي، وبينزل منها بقى ايه هلال ونجمه والحاجات دي. فقلت ده مكانها، باب الشقه هتبقى حلو قوي قوي عليه. نيجي بقى للستاره، كان هنا جوزي جه بقى وقال لي ايه اللي انتي عملتيه ده، لان انا كنت قصيت كام قفيز كده، فكان ايه مخلي النجوم والهلال المفروض بتبقى على شكل ستاره كده، لكن كانت ساقطه قوي تحت. فجي بقى هو معالجها بصراحه باللزق، وقام جاي ايه مشغلها لي، وقال لي برضو على فكره، قال لي بصي رمضان كريم هتبقى شكلها حلو قوي مع الستاره، ايه رايك نحطها؟ قلت له مش عارفه بس انا حابه شكلها هناك في اوضه الركنه. فقال لي طب تعالي نجرب. قام جاي شايلها بقى ايه، وقام جاي ايه قايل لي نحطها كده في النص ما بينهم، هتبقى برضو ايه شكلها حلو قوي. وفعلا بصراحه لما حطيناها كده في وسط الستاره ادت شكل حلو قوي. بصوا كان شكلها جميل بصراحه ومبهج كده، ومديه بقى الالوان اللي هي الورم مع الالوان بتاعه الستاره مع الالوان يعني بتاعت رمضان كريم، كانت مديه شكل واضاءه حلوه جدا. هي بصراحه الستاره لما اتحطت ادت شكل تاني خالص للريسبشن. انا قلت بقى مش هحط فيها انوار تاني كتير ولا حاجه، هو كده كفايه عليها الستاره هتبقى حلوه قوي. قلت بقى بعد ما خلصت وبعد الفرهده بقى اللي حصلت وورق وقع على الارض وحاجات ومش عارفه ايه، قلت كده ايه اشفطها بالمكنسه بسرعه جدا كده. بعد ما شفطتها وخلاص وانا رايحه ببص في اوضه الركنه، لقيت الحيطه فضت اللي هي مكان رمضان كريم. كنت متضايقه كده وكنت حاسه ان ايه لا في حاجه هنا محتاجه. فكان عندي بقى اللوحه دي كانت حلوه قوي، كأن بتاع فول كده بيبيع فول، قمت جاي حطاها مكان رمضان كريم، وكان شكلها حلو قوي بصراحه. نرجع بقى تاني للريسبشن. بعد ما شفطته بقى قلت بقى ايه، كانت طبعا المبهدله كلها على السفره، فقلت بقى اشيل اي حاجه على السفره وانضفها كده تنظيفه حلوه، علشان برضو اعمل لها كده ايه ركن رمضاني يكون حلو. هنفض بقى عليها اي اتربه او اي حاجه، وهقوم جايبه الجلانس وبرضو ايه همسحها كده مسحه حلوه عشان تتلمع كده وتبقى حلوه. انا عندي هنا الازاز مكسر شويه بس اهو يعني الحمد لله بيقضي الغرض. تمام كده جبت بقى الجلانس كده ونضفته كده تنظيفه حلوه، وهفرش بقى عليه مفرش حلو قوي كنت برضو شارياه مكتوب عليه رمضان كريم. المفرش ده انا اول ما جبته كان نفسي يكون فاتح، بس ده بصراحه اللي لقيته يعني اللي لقيته قدامي في الوقت ده مكتوب عليه رمضان كريم، بس لما حطيته طلع برضو مدي شكل حلو قوي، ورمضان كريم كده باينه فيه مدياله شكل حلو جدا. وكان عندي برضو اللي هي المبخره دي مكتوب عليها اللهم بارك هذا البيت يا رب اللهم امين. حطيتها وحطيت طبق الفاكهه وحطيت علبه المناديل وخلاص كده، ما حطيتش اي حاجه تانية. ده كان بس كده الريسبشن، حاجات بسيطه كده وسيمبل، فرحت بيها نفسي وفرحت بيها اولادي واليوم عدى. وده كان كده الفيديو بتاعي النهارده. فرشنا مع بعض اوضه الركنه واوضه السفره واوضه الاطفال. هيبقى كده لسه بس فاضل المطبخ، هفرشه برضو فرش حلو كده وبسيط كده وهادي، عشان ده اكتر وقت احنا بنقعد فيه هو المطبخ. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده. هنفرش المطبخ وهنعمل جوله كامله في الشقه ان شاء الله وفرش رمضان. بتمنى الفيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومه بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم فيديوهات تانية كتير، ما تنسينيش باللايك. اسيبكم في رعايه الرحمن، مع السلامه. وتملي وكل يوم فرحنا تزيد ويفوت علينا